Bienvenue mes élèves de la première année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم ولادي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبحث. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع الجزء الأول من حل التدريبات على الدرس الأول في الوحدة الرابعة أولى ثانوي الترم الثاني 2022 2023. خلصنا شرح الدرس الأول من الوحدة الرابعة. دلوقتي نبدأ نحل كالعادة تدريبات على الدرس. والجزء الأول بيبقى بنحل فيه الجزء بتاع الكومبرينسيون اللي هي الوثيقة. والمفاجأة النهارده إن إحنا هنحل 2 وثيقة مش وثيقة واحدة زي ما عملنا في واحد التاني. ويبقى هنحل 2 وثيقة والشق بتاع السيتواسيون الموقفة. بدون ما نطول أكتر من كده يلا بينا نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان تحل الكومبرينسيون يبقى نصيحتي ليك إن أنت تقرأ قطع كويس جدا. ولو أنت في بعض الكلمات وقفت معاك أو مش عارف معناها خدها بفهمك للمحتوى بتاع الوثيقة. زي ما هنشوف بتقول لي الوثيقة سالو مون امي كلار. تمام؟ زي ما أنا شايف كده إن في إمضاء في الآخر صح. معنى كده دوت ممكن يكون سواء مين أو خطاب. طيب سالو مون امي كلار كومون سا فا أبا. هاي صاحبتي لارا كيف الحال في باريس. فمعنى كده كلارا دي قاعدة في باريس وسارة في الدراسة. بتقول لها جو سوي أو ليسي دو في. أنا في مدرسة ثانوية بنات. Dans mon lycée في مدرستي il y a 30 salles de classe. يوجد 30 قاعة فصل أو 30 فصل. Chaque salle a 40 élèves. كل فصل فيه 40 طالب. Mes professeurs sont sympathiques et les élèves sont sérieux et douces. المدرسين يكونوا ظراف جدا لطاف والطلبة يكونوا جادين ولطفاء. J'ai une nouvelle amie. عندي أو لدي صديقة جديدة. Elle s'appelle Mona. اسمها منى. Elle a les yeux bleus. ليها زرقاء. des cheveux roux. roux اللي هي الصحباء اللي هي شعرها أحمر. Et toi, tu as des amis؟ وانتي عندك أصدقاء أو صديقات؟ صح. ده محتوى القطعة. يعني في كل كلمة في القطعة كده لو في كلمات زي ما قلت قبلتك أو قبلتك وما لقيتيش أو نسيتي معناها أو بتاع بتاخديها من محتوى القطعة. تعالى بقى نشوف الأسئلة. بيقول لي choisis la bonne réponse. اختار إجابة صح. واحد dans le lycée de Sarah il y a. في مدرسة سارة يوجد نقط salle de classe فصل. يوجد فصل. هل يا ترى في 20 فصل 20 salle de classe ولا 30 ولا 40 ولا 50؟ في الوثيقة ذكر إن عدد الفصول بالأرقام زي ما انتم شايفين كده 30. يبقى لازم عشان تجاوب على السؤال ده يبقى انت عارف الحروف الارقام بالاعداد وبالحروف. 20 يعني 20 30 يعني 30 40 40 50 50. هو بيقول لي هنا في كام فصل في المدرسة في 30. الإجابة رقم ب. 2 كلارا نقط دو سارة. كلارا بتكون نقط سارة. هل هي بتكون لا بروفيسور المعلمة ولا الأم لا مير ولا لا ميس صديقة ولا لا سور أخت؟ يبقى كلارا دي بتكون إيه بالنسبة لسارة؟ هي بتكون الإجابة رقم سي لامي دو سارة. 3
les professeurs du lycée sont هل هم idiots ولا timide ولا bavard ولا sympa؟ هو ذكر في الوثيقة إنهم مدرسينها بيكونوا لطاف. طيب أنهي فيهم؟ هل هم إيديو حمقى أو أغبياء ولا تيميد خجولين ولا بافات ثرثارين برغايين ولا سيمبا لطفاء؟ يبقى الإجابة الأخيرة رقم دي سيمبا. 4 منى أليزيو. منى دي صاحبتها الجديد قالت إنها عينيها إيه؟ هل فير خضراء ولا بلو زرقاء ولا نوار سودا ولا مارون بني؟ ذكرت في الوثيقة إن صاحبتها لاليزيو بلو. الإجابة رقم ب بلو. نيجي بقى للقطعة الثانية بعنوان devant la maison de سامي، أمام منزل سامي. ده ديالوج ما بين أحمد وسامي. تعال نشوف بيقولوا لبعض. أحمد: بونجور سامي، où tu vas؟ صباح الخير يا سامي، رايح فين؟ أين تذهب؟ سامي رد عليه وقال له في كلوب إتوا، أنا رايح النادي، وأنت؟ أحمد قال له moi aussi، أنا كمان. tu joues au tennis avec moi؟ هل تلعب تنس معايا؟ سامي قال له non على la main droite، لا أنا أشعر بالألم في يدي اليمنى. أحمد قال له tu vas chez le médecin؟ هل هتذهب عند الطبيب؟ سامي قال له oui avec ma mère ce soir، مع والدتي. أيوة مع والدتي هذا المساء. خد بالك بقى إن دائما الأسئلة ممكن تجيلك بصيغة غير مباشرة، يعني ما تلاقيش الإجابة بتاعتها محتاجة منك شوية مخ أو شوية تشغيل دماغ زي ما هنشوف. تعال نشوف الأسئلة. يقول لك أحمد وسامي سون. ده محتاج بقى تشغيل إيه؟ تشغيل جمجمة. أحمد وسامي بيكون شي لو ميدسان عند الطبيب، ولا على ميزون في المنزل، ولا دون لا في الشارع، ولا أوكلاب في النادي؟ حد يقول لي الله ده ما تذكرش الكلام دوت. أقول لك عشان أنت ما شغلتش بالجملة. عنوان الدرس أو عنوان القطعة بيقول إيه؟ devant la maison de سامي، أمام منزل سامي. طب أمام منزل سامي ده هل هم كده قدام منزل سامي هم جوه البيت؟ لا طبعا. يبقى الحوار ده دار ما بينهم، اتقابلوا قدام بيت سامي وبدأ الحديث. يبقى معنى كده ان هم واقفين في الشارع. يبقى الإجابة dans la rue رقم سي. 2 ce soir سامي فاشي، هذا المساء سامي يذهب عند سونامي صديقه، ولا سامير والدته، ولا سوبر والده، ولا لوميتسان الطبيب؟ الإجابة إن هو هيذهب عند الطبيب. الإجابة رقم دي لوميتسان. 3 أحمد جو. أحمد جو إيه بقى؟ أحمد جو إيه؟ هل أو تنس ولا أو فوتبول ولا أو باسكت ولا أو هاندبول؟ تنس ولا كرة قدم ولا باسكت ولا كرة؟ طبعا أحمد في القطعة بيلعب تنس. إجابة رقم أ. 4 سامي أمال يشعر بألم في على جنب، في الساق، ولا على ما في اليد، ولا على كتف في الراس، ولا أوفونتر في المعدة؟ لا سامي لما قال له تلعب معايا قال له أنا أشعر بألم في يدي اليمنى. يبقى الإجابة على ما. سامي أمال. ندخل بقى على exercice de situation المواقف. عشان تجاوب على السؤال دوت بكل اريحيه يبقى لازم تقرا الجمله اللي هي فيها السؤال اصلا كويس قوي، تفهمها كويس قوي، وبعدين مهما كنت بارع في اختيارك للاجابه انا عايزك برضو قبل ما تختار تقرا الاربعه مع بعض. يعني زي ما هنعمل كده
بيقول لي le docteur te demande où tu as mal. Tu dis الدكتور سأل أين تشعر بالألم؟ أنت تقول. بمعنى كده عشان برضه في بعض الولاد والبنات دلوقتي في أولى ثانوي ما زال بيحل السؤال ده بنظام قص والياس. بيتعلم كده إنه لو شفت تو دي يبقى تجيب لي سؤال أو إجابة، ولو شفت إيد بي شوف إيه. لا، مفيش كده. مش شرط إن لو شفت تو دي يبقى أنت بتجيب إجابة، ولو شرط إن أنت، لأنه الموضوع ده مش لازم تفهم الجملة بتقولها. فلما يقول لك الدكتور سألك أين تشعر بالألم أنت تقول، يبقى معنى كده إن السؤال اتسأل خلاص، يبقى أنت هتجيب إجابة هنا، يبقى أنت متأكد إيه هي الإجابة بقى. لما يقول لك أنت تشعر بألم فين، يا ترى هتقول له إيه؟ تعال نشوف الإجابات كده. Je vais chez le médecin. أنا أذهب عند الطبيب. لا، دي مش إجابة، يبقى استبعدها. ب j'ai mal au bras. أشعر بألم في ذراعي. اركنها شوية، شوف ما. لو لقيت مثلا دي ما تجاوبش على طول، شوف الباقي، شوف الاثنين التانيين. جام اتر ميدسان. انا احب ان اكون طبيب. لا، دي مش اجابه السؤال، بستبعدها مع مونامي ايمالات. صديقي بيكون عادي، يبقى استبعدها هي كمان مع وسي ودي. يبقى الوحيده اللي فعلا اللي انت قلت عليها انا اشعر بالالم في ذراعي هي الاجابه على هذا السؤال، يبقى الاجابه رقم ب بالطريقه دي. غير كده ما تتصرف. 2. Ton copain te demande le nombre de doigts à une main. Tu dis زميلك سألك عدد الصوابع في الإيد. أنت تقول. معنى كده هو سألك على صوابع في الإيد، فأنت هتقول له كام؟ أو هتقول له إيه؟ 1. جيكري على مدرك. أنا بكتب بالإيد اليمنى. دي مش إجابة السؤال. جيكري افيك لا مان جوش. أنا بكتب بالإيد الشمال. أنا برضه دي سؤال. جي دو مان. عندي 2 إيد أو 2، برضه مش سؤال. 4 5 دوا 5 أصابع. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. أسألك أقول لك كم صباع في الإيد، يبقى أنت تقول 5 دوا. يبقى الإجابة رقم إيه. 3. Ton ami te demande ce qu'on utilise pour sentir. Tu dis صاحبك سألك عما بنستخدمه للشم. أنت تقول للشم. يبقى يا ترى هتستخدم لا جامب الساق، لوني المناخير، لزواي الودان، لبوش البق. يبقى الإجابة مش محتاجة حاجة، الإجابة رقم ب لوني. Tu ne peux pas marcher. Tu dis أنت مش قادر تمشي. تقول يبقى أنت مش قادر تمشي، هتقول إيه من الأربع جمل؟ هتقول j'ai mal au pied. أشعر بألم في رجلي، ولا je vais au lycée à pied. بذهب للمدرسة برجلي. لا. j'aime marcher. أحب المشي. لا. je n'aime pas marcher. لا أحب المشي. لو شعرت مش قادر تمشي تقول أنا أشعر بألم في رجلي. 5. tu décris les yeux de ton copain. Tu dis أنت بتوصف عين زميلك. تقول j'ai mal aux yeux. أشعر بألم في عيني. لا طبعا. mon copain a des yeux verts. زميلي عينيه خضراء. اركنها شوية، شوف الباقي. on voit avec les yeux. نرى بالعين. مش إجابة. on a 2 yeux. عندنا 2 عين، ولا هي الإجابة. يبقى لما تيجي توصف عينين صاحبك تقول mon copain a les yeux verts. يبقى هنا الوصف توصف عينيه إنها خضراء. الإجابة رقم B. 6. tu demandes à un ami le nombre de ses frères. tu dis تسأل زميلك أو صاحبك عدد إخواته. تقول تسأل زميلك عدد إخواته، هتقولها له إزاي؟ يا ترى هتقول له comment sont tes frères؟ كيف يكون إخواتك؟ ولا combien de frères tu as؟ كم لديك
كم من الإخوة لديك، ولا كومون سابيل تي فرير، اسم إخوتك إيه، ولا أو سون تي فرير، أين تكون إخواتك. يبقى لا الأولى ولا الثالثة ولا الأخيرة، يبقى الإجابة كم من الإخوة لديك عشان تعرف عدد. 7. pour identifier la natation tu dis، لكي تحدد السباحة تقول c'est un sport أو c'est une matière scolaire أو j'aime la natation أو c'est une partie du corps جزء من الجسم. دي رياضة، دي مادة دراسية، أحب السباحة، ده جزء من الجسم. identifier، ارجع ده سؤال بقى لو زعل، identifier تحديد الترم الأول، يبقى الإجابة c'est un sport، دي أنت كده بتحدد إنها رياضة. tu ne veux pas bien، tu ne vas pas bien، tu dis أنت مش كويس، تقول كده أنت مش كويس، لا تشعر بأنك جيد، تقول je vais au lycée، أنا أذهب للمدرسة، j'aime bien mon lycée، أحب جدا مدرستي، برضه je vais bien، أنا كويس، j'ai mal à la tête، أشعر بألم في رأسي. يبقى أحسن واحدة أو أصلح واحدة هذه الجمل إن أنت تقول أنا مش كويس، أشعر بالألم في رأسي، الإجابة رقم 2. tu décris ton ami à tes parents، tu dis بتوصف صاحبك لوالديك، تقول إليمان سي بران، سي مون أمي، j'ai un nouvel ami، voici mes parents. وصف اللي خدناه في الدرس ده، بتوصف صاحبك بإيه بقى؟ تقول إليمان سي بران، مظبوط، هي دي الوصف لوالدك. Le professeur de CVT te demande qu'est-ce qu'une tête. Tu dis مدرس العلوم اللي هو CVT سألك ما هي الرأس، أنت تقول، هتقول له إيه بقى؟ c'est une matière scolaire، دي مادة دراسية، ولا c'est un objet de classe، ده جزء من الفصل، ولا c'est une partie du lycée، جزء من المدرسة، ولا c'est une partie du corps، جزء من الجسم. يبقى الإجابة الصحيحة une partie de la santé، une partie du corps، جزء من الجسم. 11. ton professeur te demande quelle partie du corps on utilise pour parler. مدرسك سألك ما الجزء من الجسم اللي بنستخدمه للكلام أو التحدث، أنت بتقول له la langue، les oreilles، le nez، la jambe، اللسان، الودان، المناخير، الساق. طبعا عشان تتكلم لا ينفع الودان ولا المناخير ولا الساق، هي اللسان. آخر واحدة tu décris ton grand-père، tu dis بتوصف جدك، بتقول يا ترى il a les cheveux blancs et il porte des lunettes، ولا il est né en 1960، ولا il aime beaucoup le sport، ولا il s'appelle Tom. توصف جدك هتقول خدها من الآخر للأول، هو اسمه توم، ولا il aime beaucoup le sport، هو يحب كثيرا الرياضة، ولا ولد سنة 1960، ولا il a les cheveux blancs، شعره أبيض، il porte des lunettes وبيرتدي نظارة. يبقى الوصف هنا الجملة الأولانية رقم 1، il a les cheveux blancs et il porte des lunettes. وبكده نكون انتهينا من الجزء الأول من حل تدريبات الدرس الأول الوحدة الرابعة ترم تاني أولى ثانوي 2022-2023. استعدوا للجزء الثاني من حل التدريبات على هذا الدرس الوحدة الرابعة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد. أبيان توتو المونت في أوروبا.